اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه. والمطلوب تقولوا لنا اسم المحافظة اللي احنا بنتكلم عنها. مساحة محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة حوالي 85153 كيلو متر مربع، 14 مدينة و10 مراكز و8 أحياء. عدد سكانها حوالي 9 مليون 623 ألف 158 نسمة. محافظتنا هي محافظة من إحدى محافظات القاهرة الكبرى، أنشئت عاصمتها اللي بتحمل نفس اسم المحافظة سنة 20 هجري مع الفتح الإسلامي المصري. لكن المدينة عاصمة محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة مش أول إنشاء ليها مع الفتح الإسلامي المصري، هي منشأة من قبل كده بكتير وليها تاريخ طويل جدا. أما بقى بالنسبة لاسم محافظتنا الحالي ففي لغة العرب بيعلي الوادي، وقد ذكرت محافظتنا في أحسن التقاسيم للمقديسي بأنها مدينة خلف العمود، ويقصد به مقياس الدين. وإميلينو في كتابه جغرافية مصر ذكر إن اسمها تريبسيس، وده الاسم القديم اللي أطلقوه المصريين القدماء عليها. تضاربت الروايات عند سعيد بن البطريق عن تأسيس محافظتنا وتسميتها، فبعض الروايات قالت إن اللي أسسها هو أردشير الثالث الإخميني، وبعض الروايات التانية قالت إن السبب في تأسيس محافظتنا وتسميتها هو الملك الفارسي هوش تزامنا مع بناء حصن لبنان. ولكن تاريخ محافظتنا وإنشائها بيعود لعصور أقدم من كده بكتير، فهي بتحتوي على بقايا مدينة بلف أو بلفيس العاصمة الأولى لمصر بعد توحيد القطرين. وكانت محافظتنا عاصمة لمصر في عهد الأسر الأولى، وبنيت فيها عجيبة من ضمن عجائب الدنيا السبع. وحتى بعد ما اتنقلت عاصمة مصر إلى طيبة ظلت محافظتنا هي محور الالتقاء بين الشمال والجنوب. قلت محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة مكانة هامة في العصر الإسلامي، وده بسبب قربها من عواصم مصر الإسلامية، ودايما محافظتنا سباحة. ففي العصور القديمة اتبنى عليها عجيبة من ضمن عجائب الدنيا السبع اللي موجودة لحد دلوقتي. وفي العصر الحديث اتبنى عليها أول جامعة مصرية، وده عندما تبرعت الأميرة فاطمة إسماعيل بأرض لبناء الجامعة المصرية، وأطلق عليها جامعة فؤاد الأول. وأشرف إن أنا خريجة هذه الجامعة العريقة. 31 مارس هو العيد القومي لمحافظتنا، وهو بيوافق ذكرى موقعة نزلة الشبك، واللي خرج أهالي محافظتنا ضمن ثورة 19 ضد الاحتلال الإنجليزي، واستشهد عدد كبير من أبناء محافظتنا. أما بقى بالنسبة للأماكن السياحية والآثار التاريخية فهنلاقي إن محافظتنا بتحتل المرتبة الثانية بعد محافظة الأقصر في جذب السائحين ليها، فهي بتحتوي على العديد من الآثار المصرية القديمة، وبتحتوي كمان على مقابر للعديد من ملوك مصر القديمة في الألفية الثانية قبل الميلاد. وأشهر هذه المقابر هي المقابر الهرمية. من الأماكن السياحية اللي موجودة في محافظتنا المتاحف، فهنلاقي إن محافظتنا فيها العديد من المتاحف زي متحف الفن الحديث، متحف لاجي، متحف أم كلثوم، المتحف الزراعي، وكمان قريب جدا هيكون فيها أكبر متحف في العالم، المتحف المصري الكبير. الأماكن السياحية في محافظتنا بتضم لأماكن تانية ترفيهية وعلاجية. بقى بالنسبة للمصانع والزراعة فمحافظتنا بتحتل حوالي 2.5% من مساحة الأراضي المزرعة في جمهورية مصر العربية. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهارده؟